اهلا اهلا منورين حبايب قلبي بيبو. من احلى واطعم الوصفات اللي تقدري تعمليها حتى من غير لحمه هي طاجن الباميه. مفيش اسهل ولا اطعم منه. النهارده بقى مع بعض هنعمل طاجن باميه، بس هقولك بقى على كل تكاتي واسراري في طاجن الباميه. بجد بجد هيتجننوا بيه، ريحه وطعم حكايه. اوعدكم لو جربتوا طاجن الباميه بالطريقه دي هيبقى ادمان بالنسبه لكم، مش هتبطلوا تعملوه غير بالطريقه دي. تاكلوا بقى مع عيش، تاكلوا مع رز، رهيب بجد. تعالوا نبدأ وندخل على المقادير وطريقة التحضير. بس قبل ما نبدأ ما تنسيش تعملي لايك وتعملي اشتراك لو لسه ما اشتركتيش في مطبخ بيبو. ويلا نبدأ ونقول بسم الله. اول حاجة معايا طاسة على النار، هنزل فيها بمعلقة كبيرة من الزبدة او السمنة زي ما تحبي او المتوفر عندك. اول ما السمنة بتاعتي تسيح وتسخن كويس جدا هنزل باربع فصوص من الثوم المفروم، بما يعادل يعني معلقة كبيرة. وممكن كمان لو حابة ان انت تقطعي الثوم شرايح هيبقى حلو جدا. وكمان معايا حباية من الفلفل الحار، لو حابة بقى ان البامية بتاعتك ما تبقاش حارة هنستغنى طبعا عن الفلفل الحار واستبدليه بفلفل بارد اللي هو الفلفل الرومي. حبايه كده هتدي طعم معاكي حلو جدا. تشويحتين بقى الثوم مع الفلفل الحار، مش عايزه اقول لكم الريحه رهيبه قد ايه. انا مش عايزه لون الثوم يغير. انا هنا بقى معايا الباميه المجمده زي ما انتوا شايفين، يعني لسه مطلعاها من الفريزر. ما تسيبيهاش ان هي تسيح ابدا، لان ده مش هيبقى صحي. زي ما انتوا شايفين الباميه بتاعتي بالتلج بتاعها. هبدأ بقى اديها تشويحتين كده مع الثوم والفلفل على النار. زي ما انتوا شايفين بقى، بصوا بدأ لونها يغير، الخضار بتاعها بدأ يبان. التركاية دي بقى بتودي البامية في حتة تانية خالص. التشويحة القمر ديت التوم مع الفلفل مع البامية بجد بجد بيفرقوا جدا في الطعم. والتركاية بقى بتاعت بيبو، الليمونة اللي معايا دي هعصر الليمونة كده على البامية بعد ما شوحتها تشويحتين حلوين كده، يعني مش هديها وقت كبير. مع الثوم والفلفل الحار هنزل بعصرة ليمونة بس كده، هديها تقليبتين واقفل عليها، مش عايزة اكتر من كده لان احنا لسه هنكمل التسوية بتاعتها في الصلصة. بس مش عايزة اقول لكم بقى التركاية دي بتفرق جدا جدا، جربوها وهتدعولي. مستحيل بعد كده هتجربوا طريقة تانية للبامية غير الطريقة دي. يلا نكمل وندخل على الخطوة التانية ونشوف هنعمل ايه. حل على النار وهنزل بمعلقة كبيرة من الزيت. يبقى انا كده استخدمت ميكس من الدهون، زيت على زبدة، وممكن طبعا زيت على سمنة او سمنة بس زي ما تحبي، او زيت بس زي ما تحبي، مفيش مشكلة. المادة الدهنية دي بتاعتك. وهنزل بقى ببصلاية كده وسط مقطعاها مكعبات صغيرة جدا. بفضل في الطبيخ البصل يكون متقطع صغير جدا افضل ما يكون مبشور، بيدي كده تيست اعلى للطبيخ بالذات. تشويحتين كده حلوين بقى للبصلة بتاعتي لحد ما يبدأ اللون بتاعها يغير ويدخل على اللون الذهبي الفاتح. كده تمام، هو ده اللون المطلوب اللي احنا عايزينه. مش هنغمق البصل اكتر من كده علشان خاطر ما يمررش معايا الطماطم. يعني هو ده اللون المناسب جدا زي الفل. هنبدأ بقى ننزل بعصير الطماطم. انا هنا معايا حوالي نص كيلو من الطماطم، ضربناه كويس جدا في الخلاط او الكبة وصفيته من القشر. الطماطم بتاعه الطبيخ بالذات يفضل ان احنا نصفيها وما تعملهاش بقشرها. هننزل بقى بمعلقة كبيرة من صلصة الطماطم، هتعزز كده معايا لون الطماطم وهتخلي الصلصة بتاعتي حمرة كده وجميلة. وده المطلوب في اي طبيخ، ان الصلصة بتاعتنا تبقى حمرة. وما تحاوليش تغمقي البصلة قوي علشان خاطر الصلصة تحمر، يعني بيدي طعم مش حلو. فالافضل تعززي اللون بمعلقة كبيرة من الصلصة. وهننزل بمعلقة صغيرة من السكر عشان تقلل معايا حموضة الطماطم. وهبدأ بقى أتبل الصلصة بتاعتي، معلقة صغيرة من الملح، ونص معلقة من الفلفل الأسود، ونص معلقة من الكمون، ونص معلقة من البهارات. أيا كانت البهارات اللي عندك، مشكلة أو بهارات لحمة، مفيش مشكلة خالص، هتبقى تمام. نص معلقة من الكزبرة الناشفة مع البامية بتبقى خطيرة. وهنا بقى أنا بحب أضيف كيس المرقة
بتاع الخضروات بتاع كنور، مش عايزة اقول لكم بيدي بجد طعم حلو جدا جدا. جربوه هيعجبكم جدا، وده بديل لمكعب مرقة الدجاج. وطبعا زي ما تحبي، لو مش حابة تستخدمي مرق الدجاج مفيش مشكلة خالص. هسيب بقى الصلصة بتاعتي لحد ما تتسبك كويس جدا. كده خلاص الصلصة بتاعتي بتتكتك واتسبكت وبقت زي الفل، زي ما انتوا شايفين كده القوام بتاعها مناسب جدا. هنزل بقى بالبامية بتاعتي على الصلصة المتسبكة، وهسيبها تغلي غلوتين بس. مش عايزة اقول لكم بقى على الريحة عاملة ازاي. اعمليها بالطريقة دي ومفيش حد هياكل من ايديكي طاجن البامية الا لما هيسألك انت عاملاه ازاي. بعد كده هننزل بالشوربة بتاعتنا، الكمية المناسبة طبعا من الشوربة، ما تخففيش الصلصة. هسيبها بقى تاخد حوالي 10 دقايق على النار، مش هتقل عليها اكتر من كده لان البامية بتاعتنا هنا مجمدة. نفس التركات والخطوات اللي مشينا بيها هتمشي بيها لو البامية بتاعتك فريش، سواء مجمدة او فريش، هي نفس الخطوات. بس طبعا البامية المجمدة احنا اوقات كتيرة جدا بنلجأ لها علشان ما بيكونش فيه بامية طازة متوفرة في السوق، بس برضو بيبقى طعمها حلو جدا لو مشينا على نفس التكات اللي مشينا بيها. بصوا بقى جمال البامية، خدت بس 10 دقايق على النار. تعالوا بقى نعمل بسرعة كده رز بشعرية في السريع علشان يبقى جنب البامية القمر بتاعتنا دي. معلقة كبيرة من السمنة، وهنزل بحوالي 4 معالق من الزيت، لاني انا عاملة هنا كمية رز حوالي كيلو، فانا بحب استخدم للرز زيت على سمنة او زيت على زبدة، بيدي طعم حلو جدا للرز. هنعمل رز بشعرية، وهنزل بقى بالشعرية بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده لحد ما يوصل اللون بتاعها للون الذهبي الفاتح. طبعا واحنا بنعمل الشعرية ما ينفعش ما نقلبش طول الوقت وانتي بتحمري، سواء شعرية سواء مكرونة، ايديكي في الحلة لازم التقليب المستمر علشان خاطر الشعرية بتاعتنا تاخد كلها لون واحد. زي ما انتوا شايفين بقى اللون ده وصلنا له زي الفل، اللون الذهبي الفاتح. ما تحاوليش تغمقي الشعرية. وبعد كده هنزل بالرز المصري المغسول كويس جدا جدا ومتصفي. انا هنا معايا حوالي كيلو من الرز، يعني 4 كوبايات. هديه كده الرز مع الشعرية تقلبتين علشان الرز يتغلف بالمادة الدهنية، هيطلع معايا بالطريقة دي مفلفل وعمره ما هيعجن منك. بعد كده هنزل بالمية السخنة، ولازم المية تبقى سخنة او بالشوربة زي ما تحبي، والمقدار المظبوط للرز علشان يطلع معاكي مستوي كويس جدا. الرز المصري كوباية من الرز عليهم كوباية من المية او الشوربة. بعد ما نزلنا بالمية السخنة بتاعتنا هتبل بقى الرز بتاعنا بملح وفلفل، واول بقى ما يغلي كده على النار غلوتين هغطي عليه واسيبه يستوي براحته. يا جماله يا جمال، وشايفين الرز بقى وحلاوته مفلفل زي الفل. تعالوا بقى نغرف الرز القمر بتاعنا ده وطاجن البامية. شايفين الجمال بتاع البامية بقى ولا ريحتها بقى؟ أكلة لذيذة لذيذة طعمها حكاية. ودي بقى كانت وصفتنا النهاردة، طاجن البامية اللذيذ القمر ده بتكات وأسرار بيبو. جربوا الطريقة وأنا متأكدة إنكم هتعتمدوها، ومستحيل هتجربوا طريقة تانية. مع شوية رز بقى، وطبعا كان لازم بقى شوية بتنجان مخلل كده. أكلة وغدوة في منتهى الجمال، وكمان اقتصادية. عملناها من غير لحمة النهاردة خالص بشوية شوربة عندنا. يا رب تكون عجبتكم. ما تنسوش بقى تحطوا لايك، واستنوني في وصفة جديدة من وصفات مطبخ بيبو. أسيبكم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم.